السلام عليكم تالتة اعدادي. ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة دايما. النهارده ان شاء الله هنحل بارت 2 الجزء الثاني عندنا. بيتكلم عن الباسيف. خلاص كده حبايب قلبي، المبني للمجهول. خلينا نكمل بسم الله. انا بحل من كتاب المعاصر page 40 قصادكم اهي. يلا خلينا نبدأ بسم الله. My little brother، اخويا الصغير، take to hospital yesterday. تيك يعني ياخذ. تعالى كده لو هنترجم الجمله دي هقول لك اخويا الصغير اخذ للمستشفى امبارح. طيب هل ده كلام منطقي؟ يعني في حاجه اسمها اخويا اخذ للمستشفى؟ انت فهمت حاجه كده؟ لا يا مستر ما فهمتش. طيب بص يا سيدي، صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. ايه رايك لو قلت my little brother؟ بقى لو قلتها my little brother was taken to hospital yesterday. خلاص كده تمام اهو. ايه رايك لو انا قلتها كده my little brother، اخويا الصغير ماله was taken to hospital yesterday، اخذوه لمستشفى، تم اخذه. خليك ذكي. ايه يا مستر؟ بص يا سيدي بسم الله، اخوك الصغير اخذ لمستشفى؟ لا. طب اخذ، هياخذ لمستشفى؟ ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها كده، حتى المعنى غلط. امال ايه؟ اخذوه للمستشفى، اتاخد للمستشفى، ودوه المستشفى. مستر لو سمحت ايه الاجابه كده صح؟ فهمت قصدي انا بتكلم فيه؟ كده المعنى صح يا مستر، وكده المعنى باين واضح جدا. يبقى ماي ليتل براذر ماله was taken، تم اخذه للمستشفى امبارح. ده باسف طبعا هنا was عشان ده yesterday. اللي بعديها بسم الله who was the room، مين اللي الغرفة clean up باي. لا دي clean بس من غير up، خلاص عشان في clean up clean باي. هنا برضو دي باسف يا حبيب قلبي، بس بيقول لي ايه؟ مين اللي نظف الغرفة. الطبيعي ان بعد was بحط ايه؟ ing. ده الكلام المنطقي والطبيعي، صح ولا انا غلطان؟ يعني اقول لك who was the room cleaning. بس تعالى كده نترجمها. مين اللي الغرفة بتنظف؟ هي الغرفة بتنظف؟ لا يا مستر الغرفة مش بتنظف. امال الغرفة ايه؟ اتنظفت، تم تنظيفها. يبقى هي كلينة هي حبيبي، وهزود لها ايدي. خلاص كده حبيب قلبي تمام. تبقى دي بي بي verb number 3 الباست participle، التصريف الثالث للفعل. خلاص كده حبايب قلبي تمام. تاني يبقى who was the room cleaned by، مين اللي الغرفة نظفها، مين اللي نظف الغرفة. يبقى ليه عملتها كلين دي يا مستر؟ عشان نظف الغرفة. لو عملتها كليننج يعني الغرفة بتنظف. ازاي الغرفة هتنظف زي دي؟ اخويا اخذ للمستشفى؟ لا، اتاخد، ودوه، اخذوه. فهمت كده قصدي؟ اللي بعديها بسم الله نمبر 3 this school، المدرسة دي built 5 years ago. built يعني بنى. طيب نفس اللعبة، المدرسة بنت. المدرسة بص حتى انا عمال قلتها بالعربي اتبنت. المدرسة بنت من 5 سنين، والمدرسة اتبنت؟ لا يا مستر اتبنت. يبقى was built. was ايه؟ built، بنيت، تم بنيها. هو ده الباسيف، قلناها قبل كده. الباسيف اللي هو ايه؟ اللي هو verb to be اهو، verb to be plus البي بي اللي هو verb number 3. خلاص كده حبايب قلبي تمام. طيب ندخل على اللي بعديها بسم الله. these trees، الاشجار دي مالها؟ plant by clever school boys last summer. clever school boys last summer. الاشجار دي مالها؟ يعني plant يزرع. طب الاشجار دي زرعت عن طريق اولاد المدرسه الشاطرين last summer. هل ده كلام منطقي؟ الاشجار دي زرعت؟ لا يا مستر تم زرعها. يبقى دي ايه يا مستر؟ باسيف. طب هكتبها ازاي؟ اهو مايل هنا اهو عشان المكان where، واكتب كلمة plant واخليها ايدي verb number 3 planted. كده واضحة لك اهي. خلاص كده حبيب قلبي تمام اهي. لو عايز نكتبها لك هنا عشان تبقى واضحة، ادي where planted، تم زرعهم. يبقى كده باسيف. خلاص كده حبيب قلبي مبني للمجهول. التريز دي اتعمل عليها الفعل، فعل الايه؟ الزرع. طيب who break the glass of this window، مين اللي كسر الازاز دوت؟ مين اللي كسر الشباك؟ دي كده صح يا مستر، الترجمه بتاعتها صح، مش باسيف ولا حاجه. يبقى مين اللي كسر؟ يبقى بروك عادي خالص اهي.
who broke the glass مين اللي كسر الإزاز. دي ترجمة طبيعية جدا ما فيهاش أي باسف خالص. خلاص كده يا صاحبي، يبقى أنا بلعب على الإيه؟ على المعنى، هو اللي بيحددها لي. يلا يا سيدي اللي بعديها بسم الله. ده كايرو تاور، برج القاهرة، ماله؟ be designed by نعوم شبيب in 1956. برج القاهرة اتصمم عن طريق الشخص ده والمهندس دوت والراجل ده اللي هو نعوم شبيب. يبقى الإجابة هنا إيه يا مستر؟ مش دي ماضي، مش بيقول لي in 1956 سنة 1956، يبقى هم قايل هنا إيه؟ was. ليه was؟ عشان ده مفرد، كايرو تاور سنجلر. خلاص كده حبيب قلبي. طيب ندخل على اللي بعديها بسم الله. يلا كده واضحة لحضرتك. بسم الله. we don't know احنا مش عارفين how the stones ازاي الحجرة for the pyramids للأهرامات carried to جيزة اتشالت وحملوها ودوها فين؟ للجيزة. وفعلا لحد دلوقتي انت من العجائب دي. طيب هل لو قلت كارد يعني يحمل او يشيل، هي الاهرامات هي اللي حملت وهي اللي شالت؟ لا يا مستر، هي ما شالتش شيء، هي اتشالت. الحجر بتاع الاهرامات اتشال، في ناس شالوه. خلاص كده تمام. طب الإجابة تبقى إيه يا مستر؟ تبقى were carried. ده باسف برضه. شوف عرفته منين؟ من المعنى أهو. the pyramids أهو stones for the pyramids الأحجار. مالها يا مستر الأحجار دي؟ تم حملها، اتشالت. خلاص كده حبايب قلبي. طب اللي بعديها بسم الله. when was your younger brother ايه؟ born. when امتى اخوك الصغير born؟ طبعا اللي هي عايزه اقول ايه؟ اتولد، ولد، تبقى born. verb number 3 عندك was اهي الفيرب تو بي اهو لو بتدور عليه. when امتى اخوك الصغير ايه؟ ولد؟ لا اتولد، ولد، تم ولادته، يبقى الفيرب تو بي والبي بي. طيب a list of the new 7 wonders القايمه بتاعت عجائب الدنيا السبعة مالها؟ made in 2007. السؤال ده من الأسئلة الخرافة، وهقول لحضرتك ليه. صلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا كل الطلاب بيشوف new 7 wonders دي فيقوم عامل ايه؟ يقوم قايل لي were، يقول لي في الماضي يا مستر اهي وعملتها لك were. ايه الغلط في كده؟ لا غلط. طب ليه يا مستر غلط؟ لأن بيقول لي a list. يعني ايه a list؟ قائمة واحدة. يبقى هقوم قايل هنا ايه؟ was. شفت اللعبة ماشية ازاي يا صاحبي؟ a list of the new 7 wonders قايمة واحدة، فتبقى was. فهمت اللعبة كده حبيب قلبي؟ طب اللي بعديها بسم الله. hundreds of fossils مئات من fossils اللي هي الحفريات اللي بتكون تحت الأرض of ancient whales بواقي بقى الحيتان. بص اللي كانت مدفونة تحت الأرض مالها يا مستر؟ find يجد، هتلاقي، استحالة by scientists العلماء in 1902. يبقى برضو ده باسف لأن الفوسلز دي مئات من الفوسلز دي عاملة إيه؟ تم إيجادها، لقوها. يبقى were found، تم إيجادها، لقوها، وجدت، اتلاقت. خلاص كده حبايب قلبي. اللي بعديها بسم الله. this email الإيميل ده ماله؟ not send yesterday. الإيميل ده مش بعت امبارح. تعالى كده لو هنعملها الترجمة طبيعية اهو didn't send، ده الطبيعي مش دي yesterday. طيب الإيميل ما أرسلش امبارح هل ده كلام منطقي؟ الإيميل ما بعتش، في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها الإيميل ما بعتش، استحالة، كلام غير منطقي. امال الايميل ايه؟ ما اترسلش، ما اتبعتش، مش الايميل اللي ارسل. يبقى ايه؟ wasn't sent. تبقى كده wasn't sent. ركز في الجزئين، الجزئيات مهمه. يبقى هنا باسف اهي، طبعا دي غلط اهي، دي this email ماله؟ wasn't sent yesterday. طيب the first Olympic games اول مسابقات اللي هي اولمبيه مالها؟ were كانت ايه؟ hold in 776 بي سي اللي هو قبل الميلاد. يبقى الإجابة هنا ايه؟ طبعا الإجابة هنا التصريف الثالث للفعل لأن بعد verb to be، فالإجابة تبقى held. أقيمت. كلمة hold معناها يقيم، كلمة held أقامت خلاص. أول مسابقة أولمبية جيمز للألعاب دي مالها يا مستر؟ أقيمت، تمت إقامتها. اللي بعديها بسم الله نمبر 13. is the carriage pulled by the horse yesterday؟
هل العربية بولد اتسحبت عن طريق الحصان امبارح؟ يبقى الإجابة تبقى إيه يا مستر؟ الإجابة تبقى was. أكيد مش هقول is طبعا عشان عندي yesterday. was the carriage أو was the carriage، هل الكاريج بولد اتسحبت اتجرت by the horse yesterday؟ بس وصلت كده. اللي بعديها بسم الله. when be the great wall of China built؟ امتى Great Wall اللي هو عارفين سور الصين العظيم، هو ده سور الصين العظيم، ماله of China built، بني، اتبنى، تم بناؤه. يبقى الإجابة هنا تبقى إيه؟ طبعا الإجابة هتبقى was لأن ده في الباست. بقول لك إمتى اتبنى؟ إمتى تم بناؤه؟ اللي بعديها بسم الله. Who was the تاج محل built by؟ لأن حرف الجر اللي بيجي مع الباسف باي. واللي مين اللي بنى تاج محل؟ تاج محل ده بالاس، قصر، مكان موجود هناك في الهند. طيب this house wasn't، البيت ده wasn't مش ايه repaint 3 years ago، من 3 سنين فاتوا. البيت ده مش ايه يعني ايه paint؟ يدهن يلون. يبقى wasn't ايه؟ repainted اللي هو verb number 3 البي بي. خلاص كده تمام. البيت ده wasn't repainted، ما اتدهنش، ما تزينش، من امتى؟ من 3 سنين فاتوا. بس كده الحمد لله رب العالمين حليت معاك 16 سؤال دول. 16 سؤال حلوين قوي قوي. ده الجزء الثاني في الجرامر. ان شاء الله احل لكم بكره الكلمات بتاعت يونت 7. يبقى كده الحمد لله رب العالمين خلصناهم كلهم. خلاص كده حبايب قلبي، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. سلام عليكم.